من جديد إلى مدينة الداخلة التي وصل إليها المشاركون في لحاق طنجة القويرة مساء اليوم. هذا اللحاق ضم 40 مشاركا جاءوا على متن 10 سيارات رباعية الدفع، والهدف الاطلاع على مؤهلات الجهة وتعزيز أواصر المحبة وصلة الرحم بين مختلف مكونات الشعب المغربي. عودة مع محمد فاضل أبو الحسن وصالح الرقيبي. أجواء احتفالية واستقبال حافل حظي به المشاركون في لحاق طنجة القويرة. المشاركون القادمون من مختلف مناطق المملكة البالغ عددهم 40 مشاركا كانوا على موعد مع استقبال من لدن فعاليات مدنية محلية وبعض أفراد الساكنة. لحاق طنجة القويرة يهدف إلى إبراز مؤهلات الجهة كما يقول أحد منظميه. المغزى هو التعريف دابور بالجهة والذهب القويرة بالنسبة للإخوان الداخليين، والتعريف بالثروات ديال الجهه. المشاركين ماشي الناس ديال الرياضه، هاد المشاركين كيجيو على اساس يزوروا المدينه من الناحيه السياحيه، وثاني عندنا المشاركين اللي باغيين مثلا يقدروا يشوفوا واش يمكن لهم يستثمروا في امور في الاستثمار العام. تمر ولبن وزغاريد وخيمة تقليدية في استقبال المشاركين 40 القادمين على متن 10 سيارات رباعية الدفع، وصلة الرحم من بين أهداف اللحاق. شعوري انني كنفقد كلمات ديال التعبير وديال الترحاب، ولكن كيفما كان الحال الداخله حقيقه كانت عندي لها صوره سطحيه، ولكن اليوم ملي تحت لي الفرصه ولو اننا من المغرب الشرقي جينا باش نحطوا الرحال بمدينه الداخله. حقيقه مدينه تتميز بالحفاوه وبالاخلاص وبطابعها الجميل. جابتنا ورايك الحماس متلقين لخوتنا اللي جايين من الشمال، وهاي الملاحظه علينا في الناس اللي تنظمهم. فهمت لان منين يخلق شي عام ما يعيطون عليه ولا يواجهون عليه، ولكن احنا حبنا لوطننا وحبنا لملكنا راح نفرض وجودنا. يعتزم المشاركون في لحاق طنجة القويرة خلال زيارتهم للداخلة القيام بعدد من الأنشطة الخيرية لفائدة بعض الفئات المعوزة والمحتاجة، وذلك بتعاون مع جمعيات محلية.